بما ان صوت الكابتن بهاء لسه بخير الحمد لله، فانا حبيت اطلع لكم مره تانية. جاي لك بعد فوز الزمالك بالكونفدراليه. طبعا بعد اي حدث للزمالك سواء فوز او خساره، الكل كان بيقعد قدام التلفزيون مستني الشو الاقوى، اقوى من اي مسلسل وفيلم، وهو تصريحات مرتضى منصور. نسب مشاهده عاليه؟ ما احنا عندنا نسب مشاهده عاليه. طب نروح نتفرج على مستوى مرتضى. رجعت البطولات رغما عن الجميع. بقول لممدوح عباس والعتالق دي البطوله التاسعه خدها ولا العشره في 4 سنين. شكرا لكل جماهير. طبعا التصريحات دي بتوضح لك ان المصالح فرديه ومش جماعيه، ومفيش حد هدفه مصلحه النادي، كل همه انه يقول لممدوح عباس اتفرج انا فين وانت فين، مع ان لو حطيتوا ايديكوا في ايد بعض كان الوضع اختلف كتير. مشكله واحده، احمد مرتضى هو المعلم النهارده، هو اللي نظم كله، وامير اللي كان بينظم الفريق، دول ولاد مرتضى منصور. اما انت يا شوبير اللي بتقول ان مرتضى منصور اعتذر، طلع لي اعتذار. مرتضى ما بيعتذرش لحد، فاهم؟ وحسابي معاك من بكره ان شاء الله. المهم التصريح ده هو اللقطه الاكبر. بص معايا كده. اللي الناس ما تعرفوش ان انا نزلت الاوضه اللبس الشوط الثاني. قلت ايه اللي حياتك من الشوطين؟ قلت لهم انتوا رجاله، سيبكم المدير الفني، انتوا رجاله بين الشوطين. نزلت لهم لان ده دور انا، لكن ده راجل قصته انتهت النهارده خلاص. الراجل لسه كسبان بطوله، مرتضى بيمشيه وبيلغي دوره تماما وبيقول انا اللي عملت وسويت والمدرب ملوش لازمه. التصريحات الانفعاليه دي عايشه معانا من الجزء الاول. اطلع على الهوا اخد قرار اندم عليه، بس ما اطلعش اقول اني ندمان عليه، لا طبعا اعند عشان انا ما ينفعش ابان قدام الناس برجع في كلامي، والا الشخصيه اللي بحاول اصنعها هتتهز قدامهم. جروس بياخد شنطته وبيمشي بعد ما مرتضى رفض يجدد عقده. والاسباب اللي مشي جروس ايه؟ يقول لك اصل بيعاند قرارات الاداره، اصل ما بيجربش عناصر جديده، بيركن ايمن حفني، ما بيستخدمش التغيير الثالث. ومرتضى قال الصحافه انا حمدت ربنا ان جروس ما خدش الدوري، لان مكافاه الدوري في عقد جروس 12 مليون. مين كان هيستحمل 12 مليون؟ ده غير عقده اللي هو اصلا كده كده كان بياخده. ومع رحيل جروس اكيد طبعا العيب في جروس والعيب في كل المدربين اللي قبله. عموما مشي جروس 31 مايو 2019 وجي مكانه في 1 يونيو رجل الطوارئ الاول خالد جلال. انت اكيد حفظت القصه معايا من الجزء الاول ان في اسماء بتيجي بشكل مؤقت مكرره زي خالد جلال ومحمد صلاح. هحاول اخليك ما تتوهش مني. خالد جلال طلب منه يكسب كل الماتشات الجايه في الدوري لان الزمالك كان قريب من انه ياخد اللقب وكان في الصداره، لكن التخبطات اللي حصلت ومدرب مشي ومدرب جه ضيعت الدوري ده من ايد الزمالك. وللاسف خالد جلال اخفق في المهمه المطلوبه منه، وده طبيعي جدا. تخيل اجيبك مكان مدرب واقول لك يلا تعالى اكسب لي الدوري، والاهلي في الموسم ده كان خسران 5 من سان داونز، يعني لازم اي بطوله يلم بيها الموسم. ومشي خالد جلال بعد ما خسر الدوري، وجي مكانه طارق يحيى شفت مسائي لمده اسبوعين بالظبط ومشي بعدها. واللي جه مكانه السربي ميتشو، مدرب جديد وداهيه وقائد ثوره التغيير في اوغندا. غير بقى المجرم بقى اللي معانا ده اللي اسمه ميتشو ده، اقسم بالله ده مدرب داهيه مجرم. في مدرب تقيل قوي 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 قد جروس بقى 900 مره. الداهيه ميتشو زيه زي غيره ما كملش كتير، لكنه لاعب ديسابر مدرب بيراميدز في نهائي كاس مصر. فاكرين الراجل ده؟ ويا ناس يا ناس الزمالك عايز الكاس، وفعلا الزمالك اخذ الكاس من بيراميدز واكلوا 3-0. وعلى راي مدحت شلبي بقول لكم ايه، ميتشو ده داهيه، ميتشو ده داهيه مسيح. ودي كانت بوادر بقى ظهور اسم امام عاشور. ارضيه في اتجاه امام، يا سلام يا سلام على اللمسه، يا راجل يا راجل يا راجل. هيجيب 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 هيجيبها والهدف الثاني. يا نهار ابيض. وطلع الزمالك ببطوله كاس مصر، لكن في 2 ديسمبر 2019 الداهيه المسيحه ميتشو مشي من تدريب الزمالك بعد ما خسر من مازيمبي في دور المجموعات في افريقيا. ولكن المره دي المدرب البديل كان جاهز بشكل فوري. وما تقلقش مفيش ولا طارق يحيى ولا خالد جلال. عايزك تحضر الابتسامه معايا لو انت زملكاوي، لان دي فتره حلوه جدا. البديل يا جماعه هو المدرب الفرنسي صاحب القمصان الشيك كارتيرون، اللي كان ماسك الاهلي وبيجيب ابن خالته كوليبالي معاه في اي حاجه. ولو انت فاكر قوي وليد سليمان كان بيطلع نار من بقه وهو بيلعب معاه. كارتيرون يمكن اقل مدرب اسمه بيتذكر من ناحيه جمهور الزمالك، لكنه لازم يتحط في خانه المدربين التقال اللي عدوا على الزمالك. هو مش اتقل من فيريرا اللي هينعش الزمالك تاني في قصتنا قدام، ولكن يا جماعه لازم بعض الانصاف للقمصان الحلوه دي. ما تخلص وقول لنا ماله كارتيرون يا كابتن بهاء، كل ده تمهيد. كارتيرون يا سيدي كان قدامه اكتر من تحدي، اولهم انه هيلاعب الترجي على السوبر الافريقي، ودي واحده من احلى وامتع ماتشات الزمالك. بن شرقي في الماتش ده كان بيعزف مش بيلعب كوره. عارف الجمله المبتذله بتاعت دي مش كوره دي مزيكا؟ اهو بن شرقي كان بيعمل كده وسجل هدفين احلى من بعض. بن شرقي كرة صعبة كرة صعبة كرة صعبة وكرة صعبة جول 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 جول. وعلى رأي عمنا محمود مهدي لو عليا ألعب كل البطولات في قطر. بعدها بأسبوع بالظبط تعالى يا عم كارتيرون كده عايزينك في أبو ظبي، هنلاعب الأهلي على السوبر المصري. الله، ده أنا ما لحقتش أفوق من الترجي. وقتها كارتيرون قفل الملعب جامد على الأهلي ووصل ضربات جزاء وابتسم تاني بطولة للزمالك. أيوة كده يا كابتن بقى فرحنا. للأسف في الماتش ده حصل خلافات واشتباك بين الفريقين. الخلافات دي وقعت عقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك، أبرزها إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم. طبعا
انا وانت عارفين امام عاشور عمل ايه في الماتش ده، بس اهي الشلاليت بتتصافى. وقتها مرتضى منصور شاف ان القرارات دي غير عادله بالمره، وانه تم الكيل بمكيالين، لان مرتضى ذات نفسه وقع عليه عقوبه معاهم ب 200,000 بسبب تصريحاته في التلفزيون. يعني مرتضى بيطلع في التلفزيون من 2005 يقول اغرب كلام ممكن تسمعه، جاي دلوقتي تفتكر تغرمه. فبعد ماتش السوبر ده الاهلي هيلاعب الزمالك في الدوري، فالزمالك انسحب من الماتش اصلا وما راحش كنوع من انواع الاعتراض على عقوبات اتحاد الكوره. طبعا عارفين الازمه دي وقتها، شويه يقول لك الاتوبيس عايز زقه، الاتوبيس عطل، بس لا تعايرني ولا عايرك، المساحات طايلني وطايلك. ونكمل الحدوته، وزي ما احنا في فبراير الزمالك لعب الترجي في دور الثمانيه في افريقيا. كارتيرون ايه مفيش راحه، الراجل عمال يلعب فرقه في فرقه في فرقه. وطبعا كلنا فاكرين هدف قليل، فرصه للزمالك هنا جبل ان ينطلق بالكره يساعد التعادل. هدف كده بيفكرك بايام حلوه، وهو مش مجرد هدف حلو كده لا. وبعدها بقى هنروح لمارس 2020، الشهر اللي الكوره وقفت فيه بسبب الكورونا، وللاسف الزمالك اصلا بيمر بظروف ماليه وحشه ده بشكل عام يعني. فمع توقف النشاط ومفيش اي عوائد ماديه، الزمالك للاسف هيمر بازمات ماليه اكبر واكبر، وتاخر مستحقات على اللعيبه اكتر واكتر. بس هوقف شويه الحته دي واجي لحدث مهم جدا حصل في نفس السنه. في 2020 في اولها انطلقت قناه الزمالك. انا بشوف ان صوت الزمالك الاعلامي مش مسموع، وان اغلب اللي بيمثلوا الزمالك ناس مش بتعرف ترتب كلامها. اي حد بيعرف يتكلم بشكل لبق بيكسبهم عادي في اي نقاش، يديله واحده الاهلي 8 ابطال وانتوا 5 بس كده انتهى النقاش. المهم اختيار الواجهه الاعلاميه للزمالك ما كانش موفق ايه. بصوا بصراحه هو كان بمنتهى الحب والكنتالوب. يعني هقول لك حاجه توضح لك الدنيا ماشيه ازاي. عندك مثلا طارق يحيى ضيف الشرف اللي كل شويه يطل علينا ويمسك مدرب مؤقت، هنلاقيه بقى اعلامي لما القناه فتحت اهو اي شغلانه. ولا ما انتش فاكر؟ لا انا كنت صغير قوي، كان عندي 5-6 سنين وانا كنت بسالهم. كان سنك كام سنه؟ 5 6 7. انت ما حضرتش المشير عبد الحكيم عامر خالص؟ لا. كمان مع الكورونا ولما النشاط هيقف، مرتضى منصور هيقلب القناه المسرح، يعرض فيها مسرحياته يوميا. شيرين رجعت لحسام حبيب، يخرب بيت ام شيرين لبيت ام حسام حبيب لبيت ام عمرو اديب، 2 شمامين، احنا البلد فاضيه ليكم انتوا الاثنين. وبدا يلم شله جنبه كده ويعملوا زي قاعده ويقولوا فيها اي كلام يتقال. القناه دي كل غرضها رساله واحده بس: ممدوح عباس فاشل، مرتضى منصور هو الناجح وصاحب ثوره التغيير. وكأنه كان الكابوس الذي يعيش فيه الملايين من عشاق الكيان الأبيض، حتى جاء المنقذ المستشار مرتضى منصور ليهدم الفساد ويقضي على الأزمات تباعا، ويبدأ العمل الدؤوب ليلا نهارا. وكل شويه حد يطلع يقول العشريه السوداء، العشريه السوداء، اللي هي يعني فتره ممدوح عباس. عايز بس اتكلم على الفتره العشريه السوداء، ان كان جمهور الزمالك في يوم من الايام بيخاف يمشي في الشارع ولابس تيشيرت الزمالك بسبب الاستاذ ممدوح عباس. الناس فعلا كانت بتقعد 9 شهور مدربين وموظفين ما بتاخدش جنيه. للاسف الاداره العشوائيه دي كانت بتطلع القناه مسرح للناس، ده غير الميمز اللي كانت بتتعمل يوميا على القناه على السوشيال ميديا. مرتضى منصور بيجري في دم يعني. نعم. ما يحصل اختلاف في فتره من الفترات ده دليل على الائتلاف. صحيح. اما الناس الثانيه اللي دوام الاتفاق لابد ان هناك نفاق. احترمي نفسك بدل ما جيب تاريخك كله، ما كنت بتاكلي البصل والفول والطعميه الصبح في المكتب. احترمي نفسك. كله بياكل بصل وفول وطعميه. استاذ محمد احترمي نفسك. انا باكل جبنه رومي يا باشا. انا مره انا هقول موقف برضو، جبنا لعيب افريقي طلع ما بيشوفش بالليل. والله اسمه كوفي والناس والله ما بهزر. سنه كام؟ كوفي المساك. يعني حته بسيطه كده الاعلام القدير طارق يحيى تحس ان اللي بيجي على دماغه كان بيقوله زي كده. قال لي تعالى مالك؟ قلت له يا كابتن يعني شويه كده وبتاع، الناس امبارح في سين من المحافظات يعني شتموني. قال لي يالا خلي ثقتك بنفسك، انت دي صحه ربنا مديك في خاد فاهم؟ والله ربنا مديك عضلات، دي عضل تضحك عليا. ايمن يونس حدث ولا فرق ولا حرج. بنقول مثلا الساعه 10 افضل من 11 عشان الناس لا ما تقولش افضل، لا سيب ده السر بتاعنا بقى. ما نبدا قبليهم يعني القنوات هتاخد. لا يا باشا هو في كده، هو في اسرار قناه تتقال على الهواء يا استاذ؟ انت حضرتك بتتكلم في الميعاد في الميعاد يا استاذ مشار، بتكلم في الميعاد. الحقيقه كان المفروض قناه الزمالك تكون اقوى من كده عشان تكون راي للنادي في الاعلام وتوضح افكار وتوجهات النادي. هيجي واحد زملكاوي يقول لي ما تشوف يا كابتن بقى يا متحامل قناه الاهلي، ده شادي محمد بيعمل بلاوي اكتر من كده، ولا روح شوف برنامج في بطن الاهلي، انت جاي علينا ليه؟ هقول لك لو فكرت بالمبدا ده في حياتك عموما بره الكوره هتتعب وهتنزل للقاع. لو اللي جنبك صنايعي اتعلم من اخطائه وخليك انت معلم، ما تبقوش انتوا الاثنين صنايعيه. الحاجه الثانيه انا عامل حلقه مشاكل الاعلام الرياضي، ابقى بص عليها. المهم نرجع لموضوعنا. قناه الزمالك زي ما انت شايف واظن فهمت هي ماشيه ازاي من فيديو مرتضى بيجري في دمي، فبالظبط طول ما في ملك وحاشيه مين هيديهم القلم اللي يفوقهم؟ ما ننكرش ان الزمالك في وقتها كان فعلا فرقه شرسه وبدا يستقر، لكن في لقطات هتحصل قدام هتهد كل الاستقرار ده. وبعد ما خلصت معاك قناه الزمالك بحواراتها هنرجع لقمصان كارتيرون مره تانية ونشوف شكل الكوره والزمالك بعد الكورونا بقى عامل ازاي. سنعود بعد قليل.
رحلة فشل الزمالك خلتنا نسأل سؤال مهم، هو ليه أي منظومة بتفشل؟ الحقيقة إن السبب غالبا بيكون بسيط جدا، مفيش نظام، مفيش سيستم حتى في أبسط الحاجات، وده مش بس في الزمالك، ده بينطبق على قسم تحليل الأداء في أغلب أندية الكرة دلوقتي. ومن هنا بيجي دور التعليم الصح. في شركة تحليل بيانات اسمها IQ Stats متخصصة في تعليم تحليل الأداء الكروي، وبتشتغل بالتعاون مع النقابة العامة للمهن الرياضية في مصر. مؤسس الشركة هو الباشمهندس أحمد عصام، رئيس قسم تحليل الأداء في نادي إنبي وعضو اللجنة الفنية، ومعاه نخبة من أفضل محللي الأداء في مصر، عمرو خشاب محلل الأداء منتخب مصر، أيمن محمد محلل اداء النادي الاهلي، ومحمد طارق محلل نادي الزمالك السابق وحاليا محلل في قناه الاسماعيليه. والناس دي مش بتقدم كلام نظري ولا شغل تقطيع فيديوهات وخلاص، هنا بتتعلم مناهج عمليه حقيقيه على ادوات مستخدمه في اقوى دوريات العالم زي لونج ماتش، دارت فيش، ولايف تاج برو، وكمان منصات داتا وتحليل مطوره مخصوص من IQ Stats نفسها. لو بتحب الكوره ولو عايز تكون جزء من الحل مش مجرد متفرج، IQ Stats هي بدايه طريقك الحقيقي في عالم تحليل الاداء والبيانات في كره القدم. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن للي حابب انه يشترك معاهم. عدنا. الكورونا خلصت، ربنا يعافينا ويعافيكم، والحياه رجعت، بس ما رجعتش زي الاول، في حاجه اتغيرت، حاجه مش مظبوطه، تحس الدنيا بقت مسخه كده بدون سكر. المهم بقينا في اغسطس 2020، الزمالك داخل على نص النهائي في افريقيا بعد ما كسب الترجي وهدف ونجم والحركات اللي انا حكيت لك عنها دي. الزمالك حاليا من اقوى الاسكوادات في افريقيا ان لم يكن اقوى سكواد، وراح الاهلي ملاعب الزمالك، والاهلي كان هو بطل الدوري وقتها، لكن كارتيرون حب يمسي على فايلر وهزمه 3-1. وقتها كان في افيه شهير بيتقال لما تعوز توقف فايلر اتصل له بكارتيرون لانه اخذ منه السوبر قبل كده، والدنيا ماشيه عنب مع الزمالك. خلاص حفظنا كابتن بقى، اتفضل نكد علينا يلا. كارتيرون فجأة كده وبدون مقدمات قال لك انا عايز امشي في سبتمبر 2020. تمشي تروح فين بس يا عمنا دلوقتي؟ انا والله جاي لي شويه فلوس حلوه من الخليج، بعد اذنكم عايز اروح، والشرط الجزائي بتاعي انا هدفعه. مرتضى حاول انه يقعده عشان ما يهدش الاستقرار، لكن كارتيرون كان مصمم، وفعلا كارتيرون مشي، وجه مكانه فورا بدون تفكير كتير باتشيكو، الراجل اللي هرب في الجزء الاول. ايوه مظبوط. وباتشيكو الصراحه قدامه طوفان، معاه فرقه حلوه، بس الفرقه استقرارها اتضرب. فكره انك بتمشي مدرب وتجيب مدرب دي صعبه، انت بتجيب شخص جديد بمدرسه جديده بنظام جديد وبتحاول تعود اللعيبه على دماغه. باتشيكو قال لك النتيجه قبل الشك. وعايز اقول لكم معلومه فرعيه كده، امام عاشور من قوه تيم الزمالك السنه دي ما كانش مقيد في افريقيا، يعني كان في مكانه كتير واحسن منه، انت متخيل؟ وداس باتشيكو بالفرقه اللي معاه ومسكوا الرجاء عملوا معاه الصح، لعبوا في المغرب وزيزو رفع عرضيه وبن شرقي ضرب راسيه، ايوه بتكلم على الزمالك، والزمالك رجع من قلب المغرب كسبان. دي حاجه حلوه، حاجه حلوه. خد بقى الاحلى، ماتش الزمالك في مصر، الرجاء سجل هدف وبقت 1-1 نتيجه الماتشين، والرجاء لو خطف هدف تاني كان هيصعد، لكن في اعصار زملكاوي نزل مره واحده. بص الحته دي من فرجاني ولا الروسيه دي من مصطفى محمد، بص الحته دي كده من بن شرقي. السنه دي حلوه كده على الزملكاويه، يعني بتمزج الزملكاوي لما بيفتكرها ولما بيشوف الفرقه دي. ولكن قبل ماتش القاضيه وبدون مقدمات، اللجنه الاولمبيه وقفت مرتضى منصور ومنعته من ممارسه اي نشاط رياضي لمده 4 سنين، وغرمته كمان 100,000، وقالوا له مش هتحضر نهائي القرن قصاد الاهلي. ومع اشد الاسف هي كان ناقصها الاميره السمراء، الزمالك ما قدرش ياخد دوري الابطال وحصل لقطه القاضيه. ممكن الكوره كانت معشمه الزمالك جامد، كانوا عاملين كل حاجه صح، بس هي حته التوفيق المره دي غابت. يعني لو كوره زيزو تيجي كده شويه صدقني ما كانش الزمالك هياخد اللقب، بس شكل خريطه الكوره في مصر كلها كان هيتغير. يمكن ما كناش شفنا زيزو وبن شرقي في الاهلي، ويمكن كان زمان قفشه بيلعب في سيراميكا ولا سموحه، ويمكن الزمالك كان جرى افريقيا ورا الاهلي وكان زمانهم متعادلين في الالقاب، ويمكن كان مرتضى منصور اتعمل له تمثال جوه النادي، ويمكن. لكن مرتضى بعد ماتش القاضيه بيومين بالظبط تم ايقافه من قبل الاداره الماليه في وزاره الشباب والرياضه. قال لك ان عليه مخالفات ماليه فهنوقفه لحد ما تحقيق النيابه يخلص، وهنعين مكانه لجنه مؤقته. ورجعنا تاني لموال اللجان المؤقته. وبعد القاضيه تحس ان الدنيا بقت مكتومه، الزمالك من غير طعم، اللعيبه قاعده متضايقه، وفضلت بقى الازمات تجر بعضها. حصلت ازمه فرجاني ساسي وانه حابب يمشي فري وما يجددش عقده، ومصطفى محمد اللي حب انه يحترف وقال لك بعد الاداء الحلو اللي عملته الموسم اللي فات فرص الاحتراف مش هتتكرر، ويعلم الزمالك هيقوم تاني ولا لا. وجات لجنه مؤقته برئاسه المستشار احمد بكري، ولكنه توفى بسبب الكورونا ربنا يرحمه، وجه مكانه المستشار عماد عبد العزيز، اللي لما جه وشاف الوضع راح مقدم برضه استقالته عشان تيجي بعده لجنه مؤقته ثالثه مختلفه خالص برئاسه حسين لبيب حبيب الشعب. حبيبي انت جيت هنا وخدت سجاير من اسمك ايه؟ اسمي عادل. من الاستاذ عادل؟ ايوه جيت خدت منه. سجاير فرط ولا في علبه؟ لا فرط. فرط كمان؟ تشتري فرط كمان؟ المهم في مارس 2021 الزمالك هيمشي باتشيكو بسبب سوء النتائج في الدوري، والصراحه كتر خير الزمالك، شوف كام اداره عماله بتتغير. هيجي مين بقى مكان باتشيكو؟ ابو قمصان جميله شبيه باسم يوسف الفرنسي كارتيرون. تخيل كل التغيرات دي بتحصل للزمالك في موسم واحد، فترتب على ده للاسف ان الزمالك بيخرج من افريقيا من دور المجموعات. بس شوف يا اخي رغم كل ده كارتيرون راجل ما بيهزرش وبيرفع بطولات على طول. بنشوف الزمالك بياخد بطوله الدوري بعد غياب 6 سنين. الدريم تيم بتاع الزمالك كان لسه بصحته، والمشجع الزملكاوي من حقه انه يحتفل بالدوري احتفال مبالغ فيه، مش
عشان الزمالك محروم والكلمتين التعبانين دول، لكن عشان الزمالك مش بس بيكسب الدوري، ده بيكسب الدوري وبيكسب تغيرات مجلس الاداره وبيكسب الاضطرابات اللي بتحصل له طول الموسم. هي دي الصرخه اللي بتطلع النفس المكتوم. من الاخر زي ما بيقول لك كان في هم على صدري ونزاح. ومع نهايه السنه تم فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك. وثانيه واحده بس نبص على المصوتين اللي قدموا ورق ترشيحهم: مرتضى منصور، احمد سليمان، وعمر هريدي. اتكلم يالا عادل يالا اتكلم بأدب لو سمحت. اتكلم بأدب يا ولد لو سمحت. اذا مش هحمي اتكلم بأدب يا ولد. اذا مش هحمي متحدث محترم هاجي اقدمك. وزي ما احنا في 2021 في مفاجاه هيفجرها امين صندوق الزمالك وهو طارق جبريل. طلع وقال ديون الزمالك مليار و2 مليون جنيه. الديون دي عباره عن ايه؟ شويه شروط جزائيه للمدربين، على مستحقات للاعبين، ورفع قائمه فيها 14 لاعب ليهم مستحقات متاخره عند الزمالك. واللعيبه دي رفع قضايا على الزمالك في الفيفا، ابرزهم كريم الحسن وخالد بوطيب والنقاز، وصفقه محمد ابراهيم المشبوهه اللي حكيت لك عنها في الجزء الاول. والديون دي الحقيقه ممدوح عباس طلع من المصباح وبدا يسدد الديون من جيبه كالعاده. ودخلنا في 2022. كارتيرون لم يعد كارتيرون، الراجل حصل له شويه تعثرات وما كملناش كتير في السنه، انتخابات الزمالك خلاص هتتم. وفبراير 2022 حصلت المنافسه الثلاثيه الشرسه، والمنافسه دي انتهت على ايه؟ مرتضى منصور 21000 صوت، احمد سليمان 15000 صوت، وعمر هريدي جاب 985 صوت. كابتن حسين لبيب لما معلومه لحضرتك ما ترشحش في يوم من الايام رائد للفصل، يعني اول مره يخوض عمليه انتخابيه. معلومه مالهاش علاقه برضه يعني. وعوده مرتضى منصور للولايه الثالثه او الرابعه مش هتفرق، كده كده زي ما قلنا واتكلمنا. مرتضى مستحيل يسيب المنصب مهما حصل، مش بعيد اليومين دول نلاقيه رجع عادي، اتمنى ما يرجعش. لكن في حاجه حصلت كده، الانتخابات دي مشكوك في امرها. مشكوك في امرها ليه يا كابتن بهاء؟ بسبب ان مرتضى كسب هو وقائمته بالكامل، وده عمره ما حصل في تاريخ مرتضى. الصحافه قالت مرتضى ده في 2005 كسب هو لكن قائمته كلها خسرت، وفي 2017 كسب برضه لكن الناحيه الثانيه العتال كسب وكان من بره قائمته، وحصلت طبعا خلافات العتال ومرتضى منصور اللي كلنا فاكرينها. فازاي بقى مرتضى يكسب هو وقائمته بالكامل؟ وده صدقني مش كلامي، ده كلام قاله احمد سليمان المرشح ضد مرتضى منصور. وما قدرتش، وعندي الورق، بس كنت لو كان مرتضى مستمر انا كنت هطلعه. هو خلاص مستمر يبقى ما اقدرش، مش مستمر ما اقدرش. تزوير ايه؟ انتخابات ولا تزوير الانتخابات الماضيه؟ تزوير الانتخابات؟ تزوير الانتخابات الماضيه. وانا قلتها ايه؟ معلش انا عندي ما الدليل. كنتش موجود، انا كنت مسافر هقول لك حاجه، هقول لك قاعد في القمر. المهم اول ما رجع مرتضى ولقى كارتيرون في وشه وعمال يخسر ماتش ورا الثاني، قال له بقول لك ايه، يلا روح من هنا، هي مش ناقصاك، وخد قمصانك دي معاك. وبعد ما مشي كارتيرون مرتضى منصور قال لك اجيب فيريرا، اهو رايح الزمن الجميل. صوره فيريرا كده الزملكاوي لما يشوفها بيبتسم تلقائي، راجل تشوفه كده تفتكر الدوري والكاس والفتره بتاعه 2015. مرتضى قال لك هو الدويتو ده، ولو عايزنا نجيب له باسم مرسي يلا كمان مفيش مشكله، كل طلبات فيريرا اوامر. وفيريرا كان عجز عن الاول، 7 سنين مش سهله برضه يا جدعان، لكن الراجل ده كان نينجا. قال لك بطوله الدوري دي هاتها من الاهلي، وبطوله الكاس دي بتعمل ايه كده لوحدها، هاتها كمان نرفعها، اصل اوعى تكون نسيت الليله الزرقاء واحتفال امام عاشور ورأسية زيزو. وهيلعب وبالعرض ويلمها مره ثانيه ويحطها واحده والثانيه وهوبا، يا نهار ابيض، يا ليله يا ليله زرقاء، مره ثانيه وعرضيه خطير وهوبا والهدف. والزمالك طلع ببطولتين وصور جميله كده للذكرى. بتهدي صوتك يا كابتن بهاء، قفشناه خلاص ما تحاولش، يلا اتفضل نكد علينا. طالما مرتضى منصور رجع يبقى هيشتم ممدوح عباس بسبب وبدون سبب ويطلع يتريق عليه، وهنرجع لخناقه القط والفار. انه انت ممدوح عارف انك عندك قضيه في كسب غير المشروع، وعارف تحريات الرقابه الاداريه كاتبه انك انت استوليت على حوالي 7-8 مليار جنيه. دي صوره مين؟ لا ده مش اللي هو بيطلع في مولدي اللي بيلبس اصفر ده. يلا يا جماعه. فبيحصل ان ممدوح عباس بيجمد ارصده النادي للمره الثانيه على التوالي، والنادي عليه ديون، وفوق الديون الفيفا هددت الزمالك باول وقف قيد، وقالوا لهم في لاعب اسمه اشم بونج ليه فلوس عندكم. الزمالك كل شويه يطلع له لاعب زي الخازوق يقول له اصل انا ليا فلوس. وفي 2022 وهي مليانه مشاكل كده، خلينا اديك مشاكل اكتر. الدريم تيم بتاع الزمالك الفرقه الجامده دي محتاجين يجددوا عقودهم، فبالتالي محتاجين فلوس، ولكن انت عارف الايد قصيره. بنشوف اوناجم شد معاه بن شرقي وشدوا معاهم طارق حامد ومشيوا ولموا شروطهم وسابوا الزمالك. طب ليه كل حاجه حلوه يا كابتن بهاء عمرها قصير؟ احنا عارفين ان كل حاجه ليها نهايه وما عندناش مشكله مع الوداع، بس الناس دي كانت تدي على الاقل موسم واثنين وثلاثه. اهو لو كان في قرشين معقولين كنا حافظنا على الفرقه دي، على الاقل الوضع كان بقى احسن من اللي احنا فيه دلوقتي، مش كده ولا يا كابتن؟ طبعا يا حبيبي الكابتن. خلصت 2022 وهي سايبه ذكريات وبطولات حلوه، وفيريرا اثبت ان نجاحه في 2015 ما كانش صدفه خالص، لكن الزمالك في افريقيا كان بيرجع لورا بس بالبطيء بشكل تدريجي. الزمالك زي ما خرج من المجموعات في 2021 بيكرر نفس السيناريو، وبيخرج برضه من المجموعات في 2022، وهيفضل الزمالك يخرج مره ورا الثانيه من افريقيا بشكل مبكر لحد ما هنشوف كوارث اكبر بس لسه قدام. لما دخلت 2023 الحب وكانتالوب رجع للزمالك تاني. احنا دلوقتي في يناير 2023، فريق الزمالك زي ما حكيت لك كان خلاص صفى، وحتى اللي اتبقى كويس منهم زي امام عاشور قال لك انا عايز امشي عشان عندي عقد احتراف في الدنمارك، واتمنى ما حدش يقف قدام مسيرتي الاحترافيه، وما تخافش يا ريس مش هروح في حته كده ولا كده، كده كده العيله كلها زملكاويه.
وانت قلت لي من شويه انك زملكاوي باين. اكيد طبعا. زملكاوي طبعا العيله كلها ريس. هم خايفين ترجع من المكان ده على النادي المنافس. مرتضى منصور طلع للصحافه وقال ان حصل خلافات في اوضه اللبس بين زيزو وامام عاشور بسبب قيمه عقد زيزو، وان امام فضل يزن عليا عشان يمشي وانا ما بحبش اللي يزن وكان لازم امشيه، فقابلنا عرض الفريق الدنماركي. وفي نفس السنه في بدايتها مرتضى اعلن اقاله فيريرا بسبب سوء النتائج، وقال لفيريرا باين عليك كده كبرت وخرفت، احنا هنمشيه. وفعلا في 24 يناير 2023 تم اقاله فيريرا، عشان بعدها ب8 ايام يتم تعيين مدرب جديد وهو فيريرا. ايوه رجع هو مره ثانيه، انا ولا بهزر ولا بقول نكته. امير مرتضى قال الراجل ده حبيب الزملكاويه ويمشي يروح فين دلوقتي، ده مش من هنا. انتوا متخيلين كم العبث والحب والكنتالوب اللي بيحصل؟ المهم نكمل زي ما احنا في تخبطات الزمالك عشان نشوف في 25 فبراير 2023 صدور حكم بحبس مرتضى منصور بتهمه السب والقذف. والمشاكل ما وقفتش هنا، الزمالك خرج من دور المجموعات في افريقيا لثالث سنه على التوالي، ومشي فيريرا في شهر مارس، لكن المره دي مشي بجد ما تخافش، مش هيرجع بعد 8 ايام ولا حاجه. وجي مكانه مدرب مؤقت اسمه احمد عبد المقصود، لان طارق يحيى كان مشغول في قناه الزمالك. وبعد احمد عبد المقصود جه مدرب كولومبي كده ما تعرفش جه منين اسمه كارلوس اوسيريو. وقبل ما اوسيريو ده يشمر ايده ويبدا شغل، فجاه جه قرار بعزل المستشار مرتضى منصور. المحكمه قالت ما ينفعش واحد يكون عليه تنفيذ احكام ويهرب منها ويكون رئيس لنادي، ده مخالف للقانون. وبرغم ان القضاء والمحكمه نفسها قالت لمرتضى انت تم عزلك اطلع بره، مرتضى فضل مثبت في رئاسه الزمالك، اصله بيحب المنصب بطريقه غريبه. وزي ما قلنا كتير وهنفضل نقولها، مرتضى خصم مش سهل وبرضه شخص مش سهل. طب ايه اللي حصل بقى يا كابتن بهاء؟ مين نفذ كلامه بقى، المستشار ولا المحكمه ولا ايه الدنيا؟ ده بقى اللي هنعرفه في الجزء الثالث. ايوه لسه السلسله كبيره ومطوله معانا والحوار على تقيل، بس استنى هنا الحلقه لسه ما خلصتش. انا وقفت الجزء معاك عند فريق الكوره، تعال احكي لك بقى على باقي الالعاب الرياضيه زي اليد والسله والطايره وغيره. نادي الزمالك اسمه نادي الزمالك للالعاب الرياضيه، يعني مش كره قدم وبس، في اكتر من لعبه زي الطايره واليد والعاب القوه. بس انا هاجي اولا للحاجه اللي بفهم فيها وهي اليد. الزمالك في كره اليد كان تقيل بمعنى الكلمه، لدرجه ان كان طالع افيه من جمهور الاهلي احنا خدنا كل الالقاب في الكوره، يلا روحوا شجعوا صالات. والصراحه حق الزملكاويه شجعوا صالات، الفرقه اللي كانت موجوده كانت فرقه جباره، كده معاهم احمد الاحمر وده ميسي بتاع كره اليد. احمد الاحمر لما لعيبه المانيا وفرنسا واسبانيا تسمع اسمه بتخاف منه وبتطلب التيشيرت بتاعه وبتتصور معاه. واحد هيقول لي طب ما احنا كزمالك عندنا اساطير من ايام حسين زكي يا كابتن بهاء. انا بتكلم عن الفرقه اللي في الفتره دي، اهدى عليا يا حبيب الكابتن. وبرده لو ما تعرفش حسين زكي فهو افضل لاعب شاب في العالم سنه 97 وعنده باكج انجازات مليانه اكتر من كده بكتير. نرجع بس للفرقه اللي بحكي عنها ونضيف على احمد الاحمر يحيى الدرع نجم نادي فيسبرم المجري حاليا، وسيف الدرع نجم نادي برشلونه حاليا، ويحيى خالد اللي بيلعب في باريس دلوقتي، وحسن قداح نجم نادي كيلسي البولندي بس الاصابات جت عليه شويه. الحلاوه اللي انا بسمعها دي يا كابتن بهاء، الكتيبه دي كانت في فرقه واحده، معقول؟ خد الاتقل، دول كلوا الاخضر واليابس كمان، دوري تعالى، كاس تعالى، افريقيا يلا بينا، سوبر افريقي من الاهلي وماله. والسوبر ده بالذات ليه ذكرى حلوه مع الزملكاويه، لان بص كده الماتش كان تعادل، وبص دي الدقيقه كام، يعني دي اخر لمسه، اخر هجمه، اخر كل حاجه، خلاص. بص بقى هيحصل ايه عشان نشوط اخر الكرات، يطلع الدرع يشوط الكره في اخر الثواني. كنا بقى تفاصيلها لان هي حاجه دراماتيك شويه. انا بصيت للمصري قال لي ها ايه، قلت له والله مصري انا عندي فرح هموت والحقه. وده يبين لك ان الفرقه دي مش بس عناصر مميزه واداء مميز، دول كمان بيلعبوا بروح عاليه. اي لاعب كان بيلعب يد في الفتره دي بجد كان حلمه انه يروح فرقه الزمالك. طب ايه اللي حصل؟ اتفضل نكد عليا يا كابتن بقى، اتفضل خلاص عرفناها، اتفضل. بص لعبه اليد دي ما بتجيبش فلوسها ضعيفه. حسب تقرير عملته ليموند الفرنسيه، اللاعب الفرنسي نيكولا كراباتيتش واحد من افضل اللعيبه في العالم، مرتبه حوالي 90,000 يورو في الشهر، يعني حوالي مليون يورو في السنه. فعايز اعرف بقى الهاندبول برضه هانسن ده نفس الكلام كده ولا عندكم الموضوع بيبقى اصعب بقى؟ يعني برضه لو هقارن بس اللي هو حوار بقى اليورو والجنيه والحاجات دي، بس لا طبعا nothing compared للكوره، يعني فلوسها اقل بكتير nothing compared للكوره يعني. وفي نفس التقرير هو بيقول لك ان متوسط رواتب اللاعبي في اليد حول العالم حوالي من 7000 ل 8000 يورو. انت متخيل المبلغ ده؟ القيمه التسويقيه لاي لاعب في فاركو كسر ال $100,000، ده غير الادويه اللي بياخدها. فتخيل بقى اللعبه في مصر هتكون عامله ازاي محليا. فمع الازمه الماليه كله بقى هينط من المركب، زي ما حميد لاعب الاهلي قال هو ومحمد علي لاعب سبورتنج ان كره اليد محليا مش احسن حاجه. سيبك بقى من الهلس بتاعهم، لازم يسافر والله. اللعب في مصر بقى انا عايز اقول لك بس الاستمراريه، انت لو بتلعب اهلي وزمالك دول بيلعبوا في دوري مثلا في 4 فرق جامدين، الموضوع مش هيبقى زي هنا. هو هنا اهلي وزمالك بس، تلاقي لعيب بيظهر هنا اصلا في الفرق مثلا. يعني عندك في لعيب دلوقتي اسمه بجاد رجب،
ابن كابتن مروان راجع. اهلي والزمالك بيتخانقوا عليه. الميزه عندي ان انا بلعب شامبيونز ليج، هي كده ده الفرق. كمان مع الكورونا فرقه الزمالك للاسف هتتاثر اكتر في لعبه اليد، واللعيبه هترفع شكوى للاتحاد الدولي لليد من كتر ما مستحقاتها متاخره. وكده كده رئيس الاتحاد الدولي لليد دكتور حسن مصطفى راجل مننا وفينا وعارف وضع الزمالك، والامور تصاعدت في تاخير المستحقات لحد ما وصلت ازمه بين مرتضى منصور واحمد الاحمر اللي هي بتاعه رفع الكاس. وقتها نزل احمد الاحمر التويته الشهيره اللي بيقول فيها ارحمنا وبطل كده. وكمان اسطوره اليد حماده الروبي نزل تويته ياكد فيها كلام الاحمر، وكان واضح ان الكلام والاشارات كلها رايحه لمرتضى منصور، وده يوري لك ان الدنيا كانت متوتره لحد ما انتهى الامر وتم الصلح ما بينهم. فللاسف ومع عدم تجديد عقود اللاعبين ومع سوء لعبه اليد من الناحيه المحليه، في نص من اللعيبه احترف زي الدرع ويحيى خالد وحسن قداح، والنص الثاني راح الاهلي زي مصطفى خليل. الاهلي استغل الوضع وراح جايبه من الزمالك. ومن بعد الفتره اللي كلها تخبطات دي، مشاكل فرقه يد الزمالك فضلت مستمره لحد وقتنا الحالي. بس الاسوأ ان الزمالك انهار في اللعبه تماما وبقى بيخسر كل البطولات، وللاسف فوق ده كله اللعيبه ما بتاخدش فلوسها. ومن اليد كده هاخدك من ايدك ونروح على لعبه زي السله. لعبه السله بطلها واحد اسمه اوجستي بوش. مين الجدع ده يا كابتن بهاء؟ ده راجل اسباني محترم مسك الزمالك سنه 2017 وخلى الزمالك في السله فرقه مرعبه. البطوله اللي يخشها الزمالك مع الراجل ده اعرف انه هياخدها. الراجل ده خد مع الزمالك 4 بطولات منهم دوري وافريقيا. ومستر بوش كان معاه لاعب كده تقيل اسمه ويلتر هودج بيعتمد عليه دايما، واللاعب ده اخد احسن لاعب في افريقيا مع الزمالك. جينا بقى في 2021 ومع ازمه الكورونا ومفيش برضه مستحقات، نفس مشاكل اليد، نادي الزمالك ما عرفش يجدد لبوش. فمين بقى عينه هتلمع وهيصطادوا؟ النادي الاهلي. يا جدع لسه هنقعد نفكر وندور على مدربين؟ دي جايه على حجرنا متقشره. وفعلا الاهلي تعاقد مع بوش، فبوش هيقول لهم هاتوا لي ويلدر هودج، انا ما بعرفش العب من غيره. يا باشا طلباتك اوامر. ايوه نفس اللي هيحصل مع فرقه الكوره، بس ده هنحكيه في الجزء الثالث. عايز اقول لك ان الاهلي في 2019 كان معاه 5 دوري بس، والزمالك كان 13. وكده كده عشان ما يحصلش مقارنات بين الاهلاويه والزملكاويه مين احسن، قول الحق خليك حقاني، اصل السله اسكندراني. بس مش موضوعنا. الاهلي مع بوش لوحده خد 3 دوري في 4 مواسم. اظن انت فهمت النقله اللي حصلت وقد ايه الراجل ده مرعب. وانهارت لعبه السله في الزمالك. وقيس بقى على باقي الالعاب نفس الوضع، ازمات ماليه بتحصل للفرقه، اللعيبه عايزه فلوسها، ولو ما فيش فلوس خلاص هنمشي. لدرجه ان العاب القوه اللي هي رمي القوس والسهم وغيره كان في مدرب لكل لعبه. لكن مع تصاعد الازمه الماليه في الزمالك بقى في 2 مدربين بس لكل الالعاب. العاب القوه دي فوق ال 12 لعبه، فتخيل ازاي 2 مدربين بس هيسيطروا على كل الكلام ده. بالذمه ايه رايكم فيا وانا بتكلم بره الكوره؟ عشان ما حدش يقول لي بس محتواك هيقف لما منتخب مصر ياخد افريقيا وبتاع. المهم استنوا ما تقفلوش الحلقه، ده احنا لسه هنعمل حفله. والآن مع حفلة جائزة نجم الحب والكنتالوب في نسختها الأولى لسنة 2025 الميلون بالون أورد. والمنافسة الحقيقة كانت شرسة. الأول أعلنا عن قائمة كبيرة جدا، وما بين معاذ جابر وأسامة نبيه وشريف إكرامي وكابتن طارق إيد ورجل، القائمة صفت على 5 أسماء، وال5 أسماء هم: أول مرشح معانا نجم المالديف كابتن معاذ جابر، مش هيصدقوا عملت ايه في المروحه بتاعي في المالديف. تاني مرشح معانا وهو المرشح الاقرب للجائزه، الراجل ده هو مدرب منتخب مصر مواليد 2005 و2007 و2009 والمحليين، واي منتخب هيطلع الراجل ده هيدربه بعون الله، كابتن وائل رياض شيتوس. البيلد ابين بيطلعوا على الفيست اب، اما الدبل اب ده بيحتاج قطع الوينجين. اما المتسابق الثالث فده حبيب الشعب، نجم تحليل قهوه فايق، الراجل اللي ما فشلش لكنه غير موفق، كابتن اسامه نبيه. فانا متهم بالاخفاق. اولا انا متهم بالاخفاق، الاخفاق ده بالنسبه لي كلمه مرفوضه شكلا وموضوعا. والرابع معانا حدث ولا فرج، الكابتن حلمي طولان. المسؤول عن هذه الاهانه واحد فقط والكل يعرفه والكل عارفه. الخامس بقى وهو سبب اللي احنا فيه وسبب ترشح كل الناس دي، وهو اتحاد الكوره. بس مش هنجيب اسماء عشان الناس دي بتتقمص حبتين، وكمان مش هنسقف. تفتكروا كده مين هياخدها؟ اكتبوا في الكومنتات وانتوا معايا وشوفوا توقعاتكم صح ولا غلط. خلي بالكم دي جايزة نجم الحب والكنتالوب، يعني طبيعي الاختيارات تبقى ماشية بالحب والكنتالوب. والآن مع إعلان الفائز. الفائز معانا هو بعد منافسة شرسة جدا الحقيقة، الكابتن وائل رياض شيتوس. مستحق يا كوتش، ألف مبروك، ألف مبروك. شكرا لكل اللي اتفرج على كنترول زد في 2025، وإن شاء الله مكملين في 2026. الكابتن بهاء هيكمل معاكم، وبإذن الله ربنا يبعد عنا الاسترايك. وبشكر كل واحد كتب كومنت حلو، وبرضه بشكر اللي كتب كومنت وحش لأنه ساهم في وصولي الحمد لله. شكرا من كل قلبي. يا ريت بدل ما تقول لي العفو تخش تعمل سبسكرايب، واعمل برضه شير للحلقه. قدر الاكتئاب اللي انا بشوفه من الزمالك، وخش على الانستجرام وخش على الفيسبوك، شعل الدنيا كده. والسلام عليكم.